بالفيديو تصريح خطير يهز العالم ويبكي الحجر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل إعلانه اعتزاله رسميا على الهواء بعد الهزيمة أمام المغرب. شاهد ماذا قال. أولا، وإذا كنت مسلم وتشجع المنتخب المغربي فاضغط إعجاب لهذا الفيديو وصلي على نبينا الكريم. هزت مباراة المغرب والبرتغال العالم، وذلك بعد هزيمة وإقصاء واحد من بين أقوى المنتخبات في العالم أمام منتخب المغرب الذي أدهش العالم هذا العام في المونديال ودخل التاريخ. لكن ما هز العالم وهو تصريح رونالدو بعد هذه الهزيمة. وقال رونالدو قبل قليل لإحدى القنوات البرتغالية: لم أتخيل أبدا أن يحصل معي هذا، لقد ظننت دوما أنني الأقوى، وقد توجهت لقطر واثقا بأن اللقب هذا العام سيكون من نصيب بلدي، وقبل مواجهة المغرب كنت واثق بشدة من نفسي بأن هذا مجرد منتخب عربي متواضع وستكون أسهل مباراة في هذه البطولة، لكن انصدمت بعد هذه المباراة. لقد تأكدت أنني أواجه منتخب بمواصفات عالمية، منتخب مقاتل لا يقهر، وأحسست بإهانة كبيرة بعد هذه الخسارة، وهذا أثر سلبا على حياتي، وأظن أن مباراة المغرب هي آخر مباراة ستكون في مسيرتي، لأنني سئمت وسأقدم اعتزالي. وأنتم ما رأيكم في تصريحات رونالدو؟ ننتظر آراءكم في التعليقات.